اخواتي الزملكاويه، تفتكروا لاعب كان بيلعب معانا في الحقبه بتاعه 2010 2011 مع الكابتن حسام حسن اسمه حسام عرفات؟ طب للي عارف حسام عرفات واللي ما يعرفش حسام عرفات، عايزك تسمع البقين دول كده من حسام عرفات. انا في الزمالك قصرت جامد بجد؟ والله. انت في الزمالك قصرت؟ قصرت كتير. دلعت؟ بص، نقله من القريه للمدينه نقله صعبه كبيره نقلة صعبة. قويه. صعبه. إيه مش عارف اقولها لك ازاي. عارف بيقولوا ايه النقله دي؟ ممكن بيقول لك في ناس ما بتتجنن يعني. بتتجنن. امم عايز بقى تروح تجيب لبس، عايز تروح مطعم كذا، عايز تروح كذا 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 كذا، تفاصيل. تتسحل مع كميه تفاصيل تتسحل. بره الكوره. كنت بروح بروح التمرين ممكن ما ابقاش نايم. طبعا والدي والدتي بعيد عني، انا قاعد لوحدي، انا قاعد في شقه لوحدي، مفيش رقيب عليك، مفيش راقب علي. تنزل تتاخر ترجع مش عارف ايه اخر وما ابقاش رايح التمرين مش مراجع. يعني سبب مشينا من الزمالك مش مدرب، سبب مشينا من الزمالك تاثير في حق منك. نفسي. انا ما اقدرش اقول المدرب ظلمني مثلا في الزمالك، ولا اقول الاداره ظلمتني، لا، ادوني حقوقه كلها. بس انا اللي بقى يعني السهر اكتر حاجه تضر لعيب الكره، السهر. السهر اللي هو النوم متاخر، مش السهر التاني الناس وحاجة تانية. صح ولا ايه؟ ان تنسى الراجل ده مش بتاع السهر. تنسى ان انت جاي من قريه او جاي من بلد. اوعى تنسى اصلك في الحته دي. انت حسيت ان انت في وقت يعني حسيت ان انا نسيت اصلي، حسيت ان نسيت الحياه، الحاجات البسيطه اللي كانت بتبسطني. بقيت ببص لحاجه اعلى مني بكتير. بقيت اقعد مع ناس عايز اغير طريقه كلام، مانيش عارف اخرج خروج، اروح ماكدونالدز وكنت مش عارف اطلب، اروح ليه؟ اروح ليه؟ مش عارف اطلب الاوردر. عايز تقول ان انت تفاصيل بره الكوره كتير قوي. الكوره مش ملعب بس، الكوره مش ملعب بس. الكوره لو ملعب بس كانت لعيبه كتير. احنا كنا بنلعب دوره طولون او تولوز، مش عارف فين، فرنسا تولوز. كسبنا الارجنتين وكسبنا فرنسا. الناشئين في مصر جامدين جدا. تبدا تكبر شويه، تمسك فلوس بقى، يبدا التحول يحصل لك بقى. التحول ده يتخلله رسم، تترسم، تناك، تتنك، ماشي. لو تقصير. ما هو الحاجتين دول هيجيبوا تقصير. التأثير ده هيأثر عليك في أكل عيشك وشغل. أنا ما فوتش الموضوع ده بقى إلا متأخر. هو بغض النظر ان انا لاول مره بشوف لاعب مشي من الزمالك وبيعترف ان هو اللي كان السبب، وبيقول ان سبب مشيانه من الزمالك مش ان مدرب بقى ظلمني وان النادي ظلمني، لا، انا اللي قصرت في حق نفسي. ودي ظاهره قلما تجدها في لاعب مصري اساسا. اللاعب بيجي عندنا ما يقدمش حاجه ويقدم بيبي كروي في ارض الملعب، ولما تيجي تمشيه يزعل. هو اللاعب عايز يتكاسل ويأثر في حق نفسه ويأثر في حق النادي اللي بيلعب فيه، ومع ذلك برضه يستمر في النادي وياخد المرتب العالي اللي بياخده سواء من اهلي او من زمالك. انما لو مشيته فيبقى المدرب الفلاني هو اللي ظلمني والنادي ظلمني والنادي ما ادانيش مستحقاتي، وفي اول مباراه بيقابلك فيها مع فريقه الجديد بيموت نفسه قصادك عشان يجيب فيك جون او يحاول يخسرك. طب يا عم الحاج، ما كنت موتت نفسك معايا انا، كنت موتت نفسك معايا انا وحللت الملمين اللي بتاخدهم، وكان زمانك قاعد معايا ونجم النجوم. انما حسام عرفات موضوع تاني. وللي ما شافش حسام عرفات، على فكره حسام عرفات بعد كل اللي قاله ده، حسام عرفات كان من اكتر اللعيبه المحترمه اللي جت في مصر، ولعيب من يوم ما دخل النادي لحد ما طلع من النادي ما سمعناش عنه اي شيء وحش. ولكن بقى تعالى نتكلم في النقطه التانيه اللي اتكلم فيها حسام عرفات. حسام عرفات بيقول لك واحنا في الناشئين رحنا لعبنا بطوله كسبنا فيها الارجنتين وكسبنا فيها فرق تقيله جدا، وكمل كلامه وقال لك ان الناشئين في مصر هم من افضل الناشئين في العالم، ولكن لما بيكبروا شويه الموضوع بيختلف معاهم. وهو الراجل بيقول لك انا كنت واحد من الناس دي. وانا احب اقول لك يا كابتن حسام ان مش انت لوحدك السبب في اللي حصل لك. يمكن انت عليك 20-30% من سوء التفكير اللي حصل معاك، بس برضه انت ما تتحملهوش لوحدك. اللي يتحمله ان احنا عندنا قطاع ناشئين بكل المسؤولين عنه لا يفقهوا شيء في كرة القدم ولا يفقهوا شيء في انهم يطلعوا لك ناشئ يصلح للعب كرة القدم. المسؤولين عن قطاع الناشئين عندنا ماشيين بمبدأ الصالح صالح لنفسه والبايظ بايظ لنفسه. يعني هو ما عندوش حتة ان هو ممكن يقعد يعدل في سلوكيات لاعب. لا، هو اللاعب جاي له محترم اهلا وسهلا، والله اللاعب جاي له دماغه بايظه فيها حاجه حتى لو موهوب هيقول له مع السلامه. من الاخر كده عندنا شويه مدربين في قطاع الناشئين بيحبوا يريحوا دماغهم وما بيحبوش وجع الدماغ. يعني لك ان تتخيل كده مثلا واحد زي محمود عبد الرازق شيكابالا ده لو كان نشأ في دوله اوروبيه، بلاش شيكابالا يا سيدي، لك ان تتخيل ان واحد زي مصطفى عفروتو ده اللي اعتزل وهو عنده 30 سنه في دوري الدرجه الرابعه لو كان نشأ في دوله اوروبيه. وعندنا امثله كتير، مثلا محمد زيدان اللي اترفض في الاهلي والزمالك والاسماعيلي والمصري، ومع ذلك لما سافر مع ابوه لعب في بروسيا دورتموند وخد معاهم الدوري وكان نجم الفريق. ومع ذلك محمد زيدان مش من العقليات الواو يعني، بس هم بره قدروا ياخدوا منه اللي يعرفوا ياخدوه. على عكس عندنا هنا لما تلاقي مدرب منتخب اول رافض ياخد لاعب برغم موهبته العاليه جدا لمجرد بس انه بيلعب بالكعب. وكل اللي انا بحكي فيه ده اختصره الكابتن محمد صلاح في جمله قالها وكلنا اتريقنا عليه، ان الفرق بيننا وبينهم المينتاليتي.
اتمنى من الله ان اشوف في مصر في يوم من الايام قطاع ناشئين في ناس بتفهم. اتمنى اشوف في قطاع الناشئين في مصر ناس بتشتغل على تعديل السلوك قبل تعديل الموهبه. اتمنى ان اللي يشتغلوا في قطاع الناشئين اللي هو اهم قطاع في الكره المصريه تكون ناس دارسه وفاهمه، بدل ما هي كلها ماشيه بمجامله اللاعبين القدامى. واخيرا رسالتي لحسام عرفات: ما تذبحش نفسك يا حبيبي، العيب ما كانش عليك، انت ما قصرتش في حق نفسك قد ما تقصر في حقك. وانا كراجل زملكاوي بقول لك انت كنت من اكتر اللعيبه المحترمين اللي جم في نادي الزمالك.